في مساء خريفي هادئ، جلست ليلى على شرفة منزلها العتيق تتأمل الغروب بنظرة شاردة. منذ وفاة والدها قبل شهر لم تعد الحياة كما كان، كل شيء فقد بريقه، حتى ضحكات الأطفال في الشارع باتت تبدو بعيدة، وكأنها تنتمي لعالم آخر لا علاقة لها به. في تلك الليلة، وبينما كانت ترتب أوراق والدها القديمة، وجدت رسالة مغلقة داخل مظروف أصفر باهت. كانت الرسالة مكتوبة بخط يده، وعليها تاريخ يعود إلى 20 عاما مضت. ارتجفت يداها وهي تفتح المظروف ببطء، وبدأت تقرأ: إلى ابنتي ليل، حين تصلك هذه الرسالة سأكون قد رحلت عن هذا العالم، لكن هناك سر يجب أن تعرفيه. أنا لم أكن الرجل الذي تظنينه، ولم تكن حياتي كما بدت لك. هناك شيء أخفيته عنك طيلة حياتك، وآن الأوان لتعرفي الحقيقة. ارتجف قلبها، وواصلت القراءة بعينين تملأهما الدهشة والخوف. والدها كتب عن شاب يدعى كريم، رجل كان يفترض أن يكون والدها الحقيقي، لكنه اختفى في ظروف غامضة قبل ولادتها بأشهر. أما الرجل الذي رباها فقد كان صديقا وفيا لذلك الأب المفقود. حبست أنفاسها، وأخذت تقلب الأوراق بحثا عن أي دليل يقودها إلى الحقيقة. وجدت عنوانا مكتوبا في نهاية الرسالة لمكان بعيد في أطراف المدينة. لم تتردد، ارتدت معطفها، وخرجت تحت المطر الذي بدأ يهطل بغزارة. وصلت إلى العنوان، فوجدت نفسها أمام منزل قديم تحيط به الأشجار. طرقت الباب بيد مرتجفة، ففتح لها رجل عجوز، نظر إليها بدهشة، ثم همس: إيه ليل؟ تراجعت خطوة إلى الوراء، وكأن الزمن توقف. كيف عرف اسمها؟ قبل أن تنطق بكلمة، جذبها الرجل إلى الداخل وقال: كنت أعلم أنك ستأتي يوما ما. جلست أمامه، وقلبها يخفق بجنون. بدأت تسأله عن كريم، عن والدها الحقيقي، فأطرق الرجل رأسه بحزن وقال: كريم لم يختف، لقد تم إبعاده. كان يعلم بأمور خطيرة لا يجب أن يعرفها، وعندما حاول كشف الحقيقة جعلوه يختفي عن الأنظار. أخذت ليلى نفسا عميقا وقالت بصوت متهدد: وأين هو الآن؟ هل ما زال حيا؟ أغمض الرجل عينيه للحظة ثم قال: لقد حاول العودة إليك، لكنه لم يستطع. كنت صغيرة، وكانوا يراقبونه في كل خطوة. لم يكن أمامه خيار سوى الرحيل إلى الأبد. دمعت عيناها، شعرت وكأن الأرض تدور بها. والدها الحقيقي كان حيا، لكنه لم يتمكن من البقاء معها. نهضت بتوتر، نظرت إلى العجوز، وقالت بصوت مبحوح: أريد أن أعرف كل شيء. لن أعود قبل أن أجد الحقيقة كاملة. ابتسم الرجل بحزن وقال: الحقيقة أحيانا تكون أثقل مما نستطيع حمله، لكنك قوية، تماما مثل والدك. في تلك الليلة عادت ليلى إلى منزلها، لكن قلبها لم يعد كما كان. لقد انقلبت حياتها رأسا على عقب، وبدأت رحلة البحث عن ماضيها، رحلة ستغير كل شيء.